باشا انا كرهت مراتي وعايز اطلقها. عارف انك هتقول لي ليه من غير سبب. من غير أي سبب. حبيبك النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو أنت كاره من مراتك وضع معين، طبع معين، شكل معين، أكيد هتعد فيها حاجات ياما حلوة. واكيد لو قلت لك دلوقتي هات ورقه وقلم وعد لي ثلاث اربع حسنات في مراتك، حاجات حلوه، هتعد انت 30 مش 3. فاللي انت شايفه وحش ده يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن تكون مراتك اللي انت كارهها وجاي تقول لي عايز اطلعها وكارهها دي، ممكن تكون هي باب الخير ليك، ممكن تكون هي اللي فاتحه عليك الخير، ممكن تكون هي اللي بعد كده هتجيب لك الولد اللي يدخلك الجنه. ما تقفلش عينك على كل خير يعني ايه تجحد بنعمة ربنا عليك. لا لا لا، مراتك في بيتك طالما راضياك وصيناك وشايفة طلباتك وكرماك انت واهلك، اوعى تفرط فيها. النهارده الزوجة الطيبة الصالحة صعب ان البني ادم يلاقيها، فلما يلاقيها يمسك فيها بايده واسنانه. بتنها حاجات بقى كماليات، بتدلعش، بتعملش، بتخلي، كل الحاجات دي انت ممكن تعلمها لها. لكن العمود اللي هو شايل انها طيبه وعلى اخلاق ومن بيت طيب وبتخاف عليا وبتحنين عليا، ده الاهم. بعد كده اي حاجه تتداول. لو فيها الحاجات دي اوعى تفرط فيها.